مساء الخير على كل محبي النباتات الداخلية، بين قوسين أحباب مشتل الصور. هنتكلم النهاردة على نبات الزيكرينيا أو الترادسكانتيا. نبات الزيكرينيا أو الترادسكانتيا نبات عنده قدرة هايلة جدا على التأقلم لأي مكان ممكن تحطه فيه. يعني لو حطيته في شمس ماشي، حطيته في ظل ماشي، حطيته في إضاءة منخفضة هيشتغل معاك، إضاءة عالية هيشتغل معاك في أي مكان. إضاءة بتاعته في أي مكان تحطه فيه هيبقى زي القمر وهيشتغل معاك في منتهى الجمال والروعة. ده بالإضافة إنه ألوانه متعددة وكتيرة جدا جدا. وكمان في حاجة مهمة قوي، إن كل ما بتعرضه لإضاءة مختلفة كل ما النبات نفسه أو النوع نفسه يغير من شكله ومن لونه. يعني النبات ده مثلا لو حطيناه في إضاءة أعلى شوية هتلاقي ألوانه اختلفت. وهو نبات جميل جدا وعنده قدرة زي ما أنا قلت كده على التعايش والتكامل مع الناس في أي حتة ممكن تحطه فيها. هنتكلم عن طريقة الرعاية، وهنتكلم عن طريقة الإكسار، وهنتكلم على كل حاجة تخص النبات دوت. بس قبل ما نبدأ، اللي ما اشتركش في القناة ينزل حالا يشترك في القناة ويفعل زر التنبيهات عشان يوصله كل جديد. ولو عجبك الفيديو لايك وشير عشان معلوماتنا توصل لكل حتة في العالم. معاكم وسام صقر من قناة مشتل الصوبة، خليكم معانا. زي ما قلنا كده النبات الترادسكانتيا نبات متسامح مع أي بيئة أنت حضرتك تحطه فيه. يعني لو حطيته في شمس هيبقى قمر، لو حطيته في ظل هيبقى قمر وهياخد شكل تاني وهيلون. النبات نفسه ده لو اتحط في إضاءة منخفضة هتلاقيه ملون. انتوا شايفين اللون الموف اللي بره ده؟ لو اتحط في إضاءة منخفضة هيدي سيكة سنة أخضر كده أو سيكة أخضر. هيبقى شكله كويس برضو، مش شكله مش وحش. نبات قوي جدا ويتحمل أصعب الظروف اللي ممكن يتحملها. عيبه الوحيد إن هو سهل. هو نقدر نقول دي عيب وميزه. عيبه الوحيد ان هو سهل ان هو يتكسر. بيتكسر بالشكل دوت. طول الفرع بيطول فبيبقى ضعيف لان الساق بتاعته نفسها فيها ميه. زي ما احنا شايفين كده الساق بتاعته دي فيها ميه. طيب عشان كده انا بفضل ان احنا نحطه فيبقى نبات مهدل بعيد عن ايدينا، بعيد ان احنا نحركه باستمرار عشان ما يتكسرش. طيب اتكسر معانا ممكن نعمل ايه؟ هنعقله، هناخد منه خلفات. طيب انا هقول لكم كلمه سر صغيره كده. النبات لما بيتكسر يفضل طبعا ان احنا نحطه في ميه لمده من ربع ساعه لنص ساعه. في الميه نحطه في الميه لمده ربع ساعه لنص ساعه. ليه؟ لان المسام بتاعه الساق نفسه بتفتح لما بنحطها في الميه، بتفتح ويبقى سهل جدا جدا ان هو يطلع جذور. على فكره النبات ده سريع قوي ان هو يطلع جذور، يعني ممكن في 3 4 ايام تلاقي النبات وقف وبقى جميل جدا. خليكم معانا عشان احنا هنشرح دلوقتي طريقه الاكسار بتاعته. آه هو نبات سهل قوي بس فيها تركه صغننه قد كده. خليكم معانا. على الرغم ان الترادسكانتيا بتقدر تعيش في اي تربه ممكن تحطها فيها، يعني تشتغل في تربه بيتموس ماشي، بيتموس صافي ماشي، تحطها في تربه بيتموس ومخلطه برمله ماشي، تحطها في طينه هتمشي معاك برضو. اي حاجه، اي تربه للترادسكانتيا هتشتغل. بس انا عن نفسي بفضل ان انا اخلط البيتموس مع الرمله، وبخلي نسبه الرمله برضو اعلى خصوصا في مرحله التجدير، لان بتبقى الجذور ضعيفه خالص. آه، بتبقى رقيقه، عايزه تربه خفيفه خالص بحيث انها تطلع تشق التربه الخفيفه دي وتبدا تنتشر فيه كويس. انا هنا محضر التربه بتاعتي خليط بين البيتموس والرمله، نسبه الرمله اعلى. بفضل ان انا طول عمري بفضل كده ان انا لما اجي اعقل اي نبات بحطه في اصغر شاليه ممكنه، اصغر شاليه ممكن ان احنا نشتغل فيها. انا فضلت المره دي ان انا احطها في شاليه 14
مقاس كبير شويه على سبيل ان هو يبقى مستريح فيه، لان انا هغرز كميه كبيره من الترادسكانتي. طبعا انا هنا جايب جردل وحاطط فيه كميه في شويه ميه، وحاطط فيه كميه لا باس بها من الترادسكانتيا، وهبدا اشتغل فيها. طبعا انا مش هعقل كل ده قدامكم لان ده هياخد وقت طويل قوي مني. كويس. الترادسكانتيا ممكن تشتغلها تقطع بايدك، تقص بايدك عادي، تقص بمقص، بس الانضف طبعا ان احنا نقص بمقص. انا نسيت احضر المقص، اروح اجيبه واجي حالا. جهزنا مقصنا، وهنجهز كمان معانا حته خشبه رفيعه او اي حاجه رفيعه، لان الساق بتاعت الترادسكانتيا ساق ضعيفه، مش هينفع ان احنا لو غرزناها بالشكل ده، غرزناها مباشر في في التربه. لو غرزناها مباشر في التربه ممكن يحصل لها مشكله او تتعفن او تتعفص معايا. علشان كده انا بعمل لها فتحه كده وبغرزها. هناخده كام واحده كده بقى ايه ونعمله البوت ده مع بعض. انا بحب ارسم البوتات بتاعتي، يعني انا بحط النباتات كلها مقاس واحد، علشان يبقى في الاخر لما يطول يطلع شكله حلو. نعمل واحد جيب تاني. انا بحط هنا القمه الناميه. وعلى فكره هيشتغل برضو الوسطيات ديت، العقل الوسطيه دي برضو هتشتغل وتبقى قمر جدا. بس خليني اعمل معاكم الفيديو دوت، خليني للقمم الناميه بس، عشان بصراحه كده القمم الناميه بتخلي شكل البوت حلو ويبقى متوازن، بيطلع كله مع بعض. على فكره لسه هنقول تركه مهمه جدا، خليكم معايا وما تزهقوش من الفيديو. هنقول تركه مهمه قوي 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 معانا. طيب عشان ما اطولش الفيديو خليني اغرز وهرجع لكم تاني. ده بعد ما غرزته بقى بالمنظر دوت. اهم حاجه دلوقتي ان انا اروي ري غمر لسبب واحد: التربه البتموس مع الرمله لو فيها فراغات مطرح الخرام اللي انا عملتها عشان انا اسقط العقل بتاعه الترادسكانتيا، اللي مع الميه الفراغات دي هتقفل، ما يبقاش فيه هواء في التربه كتير، يعني هيبقى التربه خفيفه بس مفيش فراغات في التربه نفسها. فهديها ريه كويسه. وبعد كده هقول لكم سر مهم جدا 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 لازم نعمله. اهم حاجتين دلوقتي لازم نعملها ان احنا اولا نرش الورق ميه، تبقى رشه. احنا طبعا روينا الريه غمر تماما، والميه لغايه سيبنا الميه تنزل لغايه تحت، من تحت من فتحات التصريف، ورشينا الورق بالميه كويس. اهم حاجه دلوقتي لازم نعملها ان احنا نحطه في اضلم مكان عندنا في البيت. اضلم مكان عندنا في البيت ده ليه؟ لان النبات دلوقتي ملوش جذور، فانا مش عايزه يعمل عمليه البناء الضوئي. لو عمليه البناء الضوئي دي بتتعمل ازاي؟ بتتعمل عن طريق ميه واضاءه. طيب لو تعرض للنبات للاضاءه يبقى هيعمل بناء ضوئي، هيجيب الميه منين؟ فبالتالي الورق بتاعه هيصفر. احنا مش عايزين ده، فبالتالي احنا بنقلل عمليه البناء الضوئي على قد ما نقدر، فبنحطه في اضلم مكان عندنا. يا رب السلك يجيبني. وبكده نكون قلنا كل حاجه عن الترادسكانتيا، طريقه الرعايه وطريقه التعقيل بتاعته، وقلنا سرين: التربه بتاعته، وقلنا المكان لازم بعد ما يتعقل
يترش، يتروى بميه غمر، ويتحط في مكان ضلمه. احبابنا اللي وصلوا لغايه هنا، انتوا اخواتي وحبايبي. لو عجبك الفيديو لايك وشير عشان معلوماتنا توصل لكل حته في العالم. وطبعا اي سؤال اكتبوا لنا في الكومنتات تحت، واحنا هنجاوب عليه ان شاء الله رب العالمين. كان معاكم وسام صقر من قناه مشتل الصوبه. اشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله. باي باي.